ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشنا جدا جدا. النهارده صلوا على النبي في التعليقات. النهارده هنعمله معاكم يا حبايب قلبي رز حبايه، ونعمله معاكم كفته جمبري. ونقيت حبه كده جمبري طازه من المعديه طازه. كنا جايبينه من المعديه، مش جايبينه من هنا. حطيت بقى حبة جمبري وحبة كابوريا، لقيت الكابوريا من الجمبري وخدتهم عملتهم في حلة. كنا جايبينهم هناك، تطلع على البحر تجيب الجمبري وتجيب كل حاجة ببلاش. محدش يقولك تلت بتلاتة بكام. عاملين ايه يا احلى اخوات في الدنيا؟ من اللايكات واشتراكات. طبعا اسراء هتعمل معاكم النهارده يا حبايب قلبي رز حبايه وحبايه اهو. صلوا على النبي كده في التعليقات، واكتبوا لها ايه، شجعوها كده، واكتبوا لها تعليقات جميله يا ناس يا جميله اللي في حياتنا، احلى اخوات في الدنيا. وطبعا الميه على النار اهي. وعاملين بقى ايه، هي نقت شويه جمبري، ماشي، نقت يا حبايب قلبي شويه جمبري على جمبري كله من وشويه كابوريا، ماشي. ده ايه، هي عايزاهم مسلوقين كده لوحدهم مع نفسهم. صليتوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد واهل سيدنا محمد. بصوا الجمبري هي نقت الكبيره شويه، واحنا عملنا ايه الصغير عملت كفته. وبنعمله شويه رز بقى حبايه وحبايه، وهنعمله كفته جمبري حبه حبه كده. خليكم معايا نوريكم بقى كفته الجمبري اللي كانت والدتي بتعملها، الله يرحمه الله عليها، يرحم امواتكم وامواتنا يا رب. بصوا بقى يا حبايبي، دي كفته الجمبري يا حبايبي اهو. بصوا ايه رايكم في الجمال؟ طبعا ديت ايه، هصبحها وهقليها واعملها ايه، واعمل لها صلصه، ماشي، تخديعه كده واحطها فيها. دي كفته الجمبري دي والدتي الله يرحمها كانت بتعملها، ما كانتش بتتقطع من بيتنا يا حبايبي. اهو قلنا ايه، تغيير. واسراء اهي بقى بتعمل شويه الرز بتاعتها. خليكم معانا. الرز بتاعنا يتحمر وشوينا سمك يا حبايبي. طبعا شوينا كيلو وربع سمك كده جنب الكفته. ايوه طبعا، عشان مش هناكل الكفته لوحدها، لازم اوريهم تعليقات جميله. الجمبري الكبير الحلو. بصوا بقى كان الجمبري صغير على كبير على مش عارفه ايه، كله على بعضه. هتحمر بقى ايه الرز بتاعها وترجع لكم تاني. بصوا بقى الرز بتاعنا يا حبايبي اتحمر اهو، مية مية يا ناس يا عسل. نحط بقى الرز بتاعنا ده غسلينه غسله حلوه وغسله طيبه. قلبي يا اسراء. عملنا معاكم الكفته اهي يا حبايبي. ايوه دلوقتي هنقليها معاكم اهي اهي. صفي تاني، لا اللي تحت خلاص مفيش. هنقله معاكم دلوقتي ثواني بس. بصوا يا حبايبي بصوا بقى الرز بتاع اسراء يا حبايب قلبي مفرفر وجميل ازاي. اعملوا لايكات يا حبايبي. بصوا الجمال، لايكاتكم واشتراكاتكم الحلوه. الرز بسم الله ما شاء الله مفرفر وجميل اهو. اللهم صل على النبي من ايدين اسراء. ايه رايكم؟ انا عايزه بقى تشجيعه جميله كده وتشجيعه حلوه، ماشي. احلى اخوات في الدنيا. وادعوا لاخواتنا كده في غزه ربنا يا رب يحررهم بخير. ودي الجمبري والكابوريا بتاعت اسراء. ودي طبعا هنعملوا فيها التخديعه لكفته الجمبري. خليكم معايا خطوه خطوه. احوطي يا حبايبي. طبعا هنحط الكفته معاكم على كفته بايدين صاروخه ماسكه نفسها، مش بتفك في الزيت. لايكات واشتراكات يا حبايبي، لايكات واشتراكات. بصوا بقى كفتة الجمبري يا حبايبي، الله يرحمها والدتي كانت على طول تعملها.
ماشي. احنا النهارده بقى ايه، اسراء اهيت بتعملها معاكم، وطبعا التخديعه بتاعتها على النار اهي. هنظبطوها وبعد ما نقلوها نحطوها في الدمعه بتاعتها يا حبايبي، في التخديعه بتاعتها. كفته الجمبري ما اقولكوش بقى على الجمال. وبعدين نحمروها بقى في الفرن. ايه رايكم بقى في الكفته؟ من لايكات واشتراكات. بصوا بقى يا حبايب قلبي، كفته الجمبري من ايدين ام حسن. ايه رايكم في الجمال؟ واسراء بقى عايمه في الكابوريا بتاعتها. بصوا الكابوريا وجمالها. ايه رايكم في الجمال؟ كابوريا بقى وجمبري ما اقولكوش على الحلاوه. ودي كفته جمبري يا حبايب قلبي، قشرنا الجمبري ماشي. ايه رايك اسراء؟ تحفه. حلوه الجمبري الكفته بالهنا والشفا. وده مخلي الجبنه شويه، مخلي اللفت نزل اللفت اهو يا حبايبي، ملحناه. عملنا شويه مخلي اللفت اهو من ايدين ام حسونه. واشتراكاتكم ولايكاتكم يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا حطينا راميه تانية اهي تحمر وتتظبط. ودي التسبيكه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله، عملناها في صينيه اهي. ايه رايكم بقى في الجمال؟ ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ اشتراكاتكم بقى ولايكاتكم. بصوا التسبيكه بقى بتاعتها العسل يا ناس يا عسل. متنسوش بقى ايه اشتراكاتكم، احلى اخوات في الدنيا. احلى كفته جمبري من ايدين ام حسن. يا ريتكم جنبي يا حبايبي، احلى اخوات في الدنيا. جدعانوا معانا كده. انا عايزه الفيديو ده يطلع بقى ايه باشتراكات وتعليقات ولايكات كتير، احلى اخوات في الدنيا، علشان كفته الجمبري. واي حاجه حلوه عايزينها يا حبايب قلبي واقدر اعملها قولوا لي عليها وانا اعملها لكم احلى اخوات. كلنا شاطرين وكلنا بنطبخوا احلى اكل. دي حاجه بسيطه من ايدين ام حسن، روتين على قديمه. كفته الجمبري دي والدتي كانت بتعملها رحمه الله عليها. دي يا حبايب قلبي الكفته بتاعتنا اهي. هنحطوها ايه، هنحطوها في الدمعه كده في الصلصه بتاعتها ماشي. احلى اخوات في الدنيا. ايه رايكم بقى في الجمال؟ استوى بقى ايه يا حبايبي براحتها. احنا طبعا محبشينها الكفته بتاعتنا ومظبطينها، وبرضك حبشنا التسبيكه بتاعتها اهي. ايه رايكم في الجمال؟ بصوا ولا فكت ولا حاجه. طبعا تغسلي شويه رز صغيرين مش كتير، على قد الجمبري بتاعك يا حلوه يا بيضه يا مدلعه ماشي. وتغسليها غسله حلوه وتسيبيه لما ايه ينشف من الميه بتاعته وتطحنيها. عندك هون دقي فيه، عندك كبه طبعا مطحنه اطحني فيها الجمبري وبالخضره بكله زي كفته الرز كده. ايه رايكم بقى في الجمال؟ احلى اخوات في الدنيا. وتفضلوا معانا يا احلى اخوات. متنسوناش بقى في الاشتراكات واللايكات. احلى كفته جمبري، احلى اخوات في الدنيا. حايسه في الكابوريا بتاعتها. تعملي ايه يا اسراء؟ ها طلع جمبري. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه عامله ايه. بصوا يا جماعه، بصوا طبعا الرخامه دلوقتي هتتصبن. بصوا قاعده تعمل ايه. ديت هوايه للكابوريا والجمبري. بنتي هوايه للكابوريا والجمبري اهو، قاعده تدور وتاكل جمبري وكابوريا بالهنا والشفا للي شاف واللي هياكل. احلى اخوات في الدنيا. متنسوناش في ايه لايكات والاشتراكات. تعالوا معايا جمبري.